السلام عليكم اخواني الكرام، كنحييكم وكنحيي جميع الجماهير المغربيه اللي كتتبع الشأن الكروي المغربي. تحياتي للجميع. فكما كتعرفوا حنا دائما كنطرقوا المواضيع اللي كتخص المنتخب الوطني وكل ما هو جديد حول المنتخب الوطني. فالموضوع ديالنا ديال اليوم واش على سليم املاح وإلياس الشاعر اللي عندهم اصابه طفيفه، واش غيشاركوا في المباراه ديال كرواتيا ولا لا؟ هذا الموضوع مازال ما عرفناش. على اي كتبقى هذه امور سلبيه، ولكن حنايا نتفائلوا بالخير. عندنا لاعبين كثار اللي غادي يشتغلوا هذا المركز هذا. فنخليكم مع التحليل ديال خالد ياسين وبدر الدين الادريسي، فهما كيديروا تحليل شامل على هذه القضيه هذه. نخليكم مع الفيديو الخوت. ما تنساوش الخوت، احنا كنديروا مجهود باش نوصل لكم المعلومه، ما تبخلوش علينا ولو بالمشاركه ديالكم. حنا باقي جداد ودعموا المحتوى ديالنا. الله يسهل على الجميع، لكننا كنستحقوا من طبيعه الحال. وشكرا لكم وتحياتي والسلام عليكم ورحمه الله. نخليكم مع الفيديو. مخاوف من ان يكون كثير من اللاعبين اصيبوا بشد عضلي، لانه شاهدناهم في خلال مباراه جورجيا، خاصه في 30 دقيقه الاخيره. تعلق الامر باللاعبين اللي كانوا تقريبا فاقدين التنافسيه مع انديتهم، واللي رجعوا المنافسه ولكن يعانون بدنيا. ولكن بعد ذلك تبين على انه الردود او الاصابات الطفيفه العضليه الطفيفه فقط عند الياس الشاعر وعند سليم املاح، فيما زكريا ابو خلال لم يجهز الى غايه الان، لانه اجتر الاصابه ديالو ملي جابها معه من نادي تولوز الفرنسي. وبالتالي هناك دائما محاولات مضنيه من طرف الطاقم الطبي كذكر عبد الرحمن من اجل تاهيل هؤلاء اللاعبين. انا اتصور من يقلقنا اكثر في هذه الوضعيه هذه، ونتساءل ان كان بالامكان ان يعود سريعا الى المنافسه هو سليم املاح، على اعتبار اننا نقول على انه ممكن ان يكون من المرتكزات ديال وسط ميدان الفريق الوطني، ولو اننا في تحاليلنا ذهبنا الى انه امكانيه وضع كل من سفيان امرابط ويحيى جبران الى جانب عز الدين اناحي في ثالث وسط ميدان الفريق الوطني. فاذا علينا الانتظار. نزل تفصيلنا تقريبا 48 ساعه على مباراه كرواتيا لنرى تطور الاحوال، وحنا نتمنى ان الفريق الوطني يكون جاهز بكل عناصره لهذه المباراه، لانه كل لاعبين متاحين لوليد الركراكي من شانها ان تعطي خيارات كثيره على مستوى اللاعبين الاساسيين وعلى مستوى البدائل ايضا. ما اتمنى ان لا يكون هناك هوس في تحضير املاح باسرع وقت ممكن حتى لا نضيع لاعب. لدينا البدائل، صح، تحدثنا امس عن مرابط وتحدثنا عن يحيى جبران الذي حظي بثقه المدرب واشركه في المباراه كامله الاخيره. لكن ربما المشروع خالد يكون يشرك بهذا الثلاثي، ممكن بأربعة لاعبين. هناك خيارات أخرى، هناك لاعبين آخرين بإمكانهم أن يشغلوا مكان في وسط الميدان. ممكن أن نطلب من أناحي أن يلعب على الجبهة اليسرى، ونطلب من حكيم زياش أن يأتي مع بوفال في الجانب الأيسر، ونلعب بهذه الطريقة بخماسي في وسط الميدان. المشكلة ليست مشكلة لاعبين بقدر ما هي مشكلة تنظيم في وسط الميدان، تنظيم دفاعي في الحالة الهجومية، الانتقال من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية بالسرعة المطلوبة. هل سيختار أن ينكمش ويترك المبادرة لكرواتيا ويلعب؟ هذه خيارات. غرفة العمليات في المنتخب المغربي يديرها الركراكي مع مساعديه مع اللاعبين المؤثرين داخل. هل نلعب هكذا أو نلعب هكذا؟ أنا أعتقد بأن الموضوع ليس مقلق. المقلق هو أننا نسعى إلى تحضير لاعب وقد لا يكون جاهز وتعاوده الإصابة من جديد. لا أظن خالد، لأنه هناك احتياطات كثيرة مأخوذة من طرف الطاقم الطبي، لا يريد أن يكرر أخطاء كنا نشاهدها في السابق. وأنت تذكر اصطحبنا معنا لاعبين مصابين إلى دورات، سواء تعلق الأمر والآن هذا أبو خلال بقى مصاب، اصطحبنا لاعبين، وفي النهاية حاولنا جاهدين على أننا نعالجهم، ولكن لم نتمكن من ذلك. كحال مثلا المنتخب البلجيكي اليوم أرفق مع روميلو لوكاكو إلى غاية الآن أخبار غير مطمئنة تماما. يقولون على أن اللاعب لن يلعب المباراة. كيفاش غير مطمئنة؟ غير مطمئنة. لا مطمئنة. تعرف لماذا الآن هذا الاستحقاق؟ واش دابا أنت السي بدر؟ واش معنا ولا مع غال؟ لا أخويا مطمئنة. هي مطمئنة. تعرف لماذا هذا الإصرار على الإبقاء على بعض اللاعبين المؤثرين؟ هو دائما الطموح يراود المدرب أن يكون جاهزا قبل بداية المباراة، لأن قبل 24 ساعة من بداية المونديال ممكن أن تغير. لو لم تكن هذه الإمكانية لكان قد أبعدت الكثير من الأسماء في المنتخبات. ولكن ذكاء مثلا ديشان
حينما ايقن بان بنزيما لن يكون جاهز لم يضيع الوقت. لا يضيع وقت. صحيح. يبدا بالاشتغال مع المنتخب من غير كريم بنزيما. ذكاء ديشان وكذلك احترافية كريم بنزيما هو الاول اللي قال انا اليوم انا مصاب ما يمكنش نستمر، ربما ندبع 10 ايام 15 نقول لك احسن، لكن هذا الشيء ماشي مضمون. خصني نفتح المجال لاعب اخر لان المجموعه اهم من اي لاعب، وهذا اللي كيقول هذا الكلام سميتو كريم بنزيما ورصيده ارتفع لدى الفرنسيين بعد غياب طويل. تاتيك فرصه كاس العالم ويقول لك لا اترك الفرصه لزميلي لي. وشيء شيء محزن حقيقه خالد. وموضوعنا ماشي هو يعني شيء كريم محزن بنزيما لان ان تعيش على افراح الكره الذهبيه وبعدين تاتيك هذه الاحزان ديال الابتعاد عن المدير. بالنسبه للفريق الوطني انا اتصور على انه اليوم التحضيرات قائمه على قدم وساق. وليد الركراكي كما قال خالد في غرفه العمليات يعرف ماذا يريد وماذا يعد، لانه يعرف مسبقا على انه سيواجه واحد من اعتى خطوط الوسط في العالم. نعم. المنتخب الكرواتي يتوفر على واحد من اجمل وابهر خطوط الوسط، يعني بوجود لوكا مودريتش، بوجود بروزوفيتش، وبوجود بيريزيتش وكوفازيتش، بمعنى خط وسط مرعب جدا. اذا يلزمك انت خط وسط ديناميت باش تنسف هذاك الوسط. والله العظيم انا اليوم ما عرفتش اش عنده معنا السي بدر الدين، غير غادي وكيخلع فينا يعني. لا 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 الخبر نتخوف فقط اشاره. ما يتوفر للمنتخب المغربي لم يتوفر اليوم للمنتخب القطري. اكيد مسكين سانشيز لماذا تاخر في التغيير؟ لانه ينظر في دكه البدلاء لا يجد من بامكانه ان يرفع من مستوى الفريق عكس المنتخب المغربي. ولكن هذا شوف خدام خصو يدبر شي واحد. خالد عمليه تجنيس حدثت 7 سنوات وانت بدات تهدر هذا المنتوب. لا يمكن. كيف الان تقول لي انه يشوف دكه البدلاء ولا يجد من؟ نعم بدر الدين القاعده السكانيه لا يمكن ان تنتج لك كم كبير من اللاعبين، عدد كبير 40 مليون مغربي بالاضافه للاعبين ينشطون في اوروبا تعطيك خيارات كثيره. صحيح. دول الخليج باستثناء السعوديه هي التي تملك الخزان القادر على ان تنتج لك فريق اول وثاني وثالث. نقطة يتيمة في هذا المونديال صراحة، مونديال اللي يعني كنا فيه احنا ثلاثة، خالد بدر الدين وانا، وربما كان حسرة كبيرة لأن كان ممكن أحسن ما يعني شفناه في هذا المونديال بالنسبة للمنتخب المغربي. ربما نقصنا كذلك شوية الحظ، شوية التحكيم، شوية كذلك الفاعلية. أنا أقول بأن أخطأنا الهدف. بدل أن نركز على المباراة الأولى ونعطي جهدنا فيها ونلعب بذكاء فيها، أضعناها تلك الفرصة. خطأ ارتكبه مرابط، كانت الكرة بين أقدامه وارتكب خطأ وجاءت منه الضربة الحرة التي جاء منها هدف بنيران صديقة. مباراة البرتغال أنا وصفتها في حلبة مصارعة، وهناك تور وهناك مطادور. نعم. المنتخب البرتغالي تحصن بعد أن سجل الهدف وترك المنتخب المغربي. أنا لم أفهم لماذا إيرفي رونار لم يحرر لاعبيه أن يعطي الكرة للمنتخب البرتغالي، أن يلعب بالمرتدات. ظل يحاول أن يكسر جدار المنتخب البرتغالي، كذلك الثور الذي حاول أن يسقط المطادور ويعلم أنه يوجه ضربات إلى وكان ضد المنتخب الإيراني نفس الشيء خالد، نفس الشيء. لذلك أنا أعتقد افتقد إلى المرونة، إلى أفكار، إلى التجدد في طريقة التعامل، زيادة على أننا ذهبنا بأربعة قلوب هجوم. وفي نهاية المطاف في المباراة الأولى من سجل وقلب هجوم، ولكن أخطأ المرمى، كان عليه أن يسجل في الجانب الآخر. أنا معك خالد، ولكن يبدو لي واضحا على أننا افتقدنا التعامل مع شيء أساسي وضروري في حسم نعم. كثير من المباريات، خاصة عندما يكون من هذا النوع المباريات اللي خدنا أمام إيران وأمام البرتغال وأمام إسبانيا، حتى أمام إسبانيا، هو حسم الجزئيات الصغيرة جدا. حسم الجزئيات الصغيرة هذا أمر لا نتقنه، وأريد ماذا برأيك؟ وأريد يعني أحيانا يضيع من التركيز. أنا أتصور الهدوء. التركيز هو الذي يأتي بالهدوء، وأتصور على أننا كل ما نجحنا
في حسم مباراة افتتاحية إلا ونجحنا في الذهاب بعيدا. أنا أتصور الخسارة بتلك الطريقة أمام المنتخب الإيراني أفشلت كل الأسلحة، وبالتالي ثبطت عزيمة الفريق الوطني وخلته أنه يخوض مباراة البرتغال، برغم أنه على الميدان وأنت ذكرتها كان أقوى، إلى أنه لغاية الأسف بهدف واحد نخسر المباراة